السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اهلا بحبايب قلب المتابعين. النهاردة هنعمل مع بعض احلى عيش فلاحي من بتاع زمان، حاجة كده هتعجبكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، حاجة خفيفة كده وحاجة علشان العيش المدعم بتاعنا. قلنا نعمل شوية عيش بقى في البيت كده، عشان الشتا بقى بيحب العيش وبيحب الاكل كده. وان يبقى عندنا حبة عيش بقى نحطهم ناشفين كده، اما يبقى ما عندناش عيش من النوع المدعم، لان العيش ما عادش بيكفينا. قلنا بقى نعمل شوية عيش محترمين في البيت كده، موجودين في البيت، لان احنا بنحب العيش في الشتاء بالخضار، بالجبنة الحادقة القريش كده زي ما انتم شايفين. كلنا بنحب ناكل الجبنة الحادقة في الشتاء بالعيش والخضار وكلام من ده. يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض. معايا سكر، معلقتين 2 كبار سكر ومعلقة ملح. ونحط الخميرة. انا بعمل بستخدم الخميرة اللي هي البيرة دي زي ما انتم شايفين. انا بكتر شوية عشان انتوا عارفين ان احنا في الشتاء، عشان الخميرة بتاعتنا تخمر بسرعة، والمية بتاعتنا فترة كده عشان احنا في الشتاء. احطها بقى ادوب بها الخميرة زي ما انتم شايفين كده، اقلبها كويس لما السكر يدوب والملح والخميرة بتاعتنا برضو. نبتدي بقى الدقيق بتاعنا انا نخلاه في طبق تاني، ابتدي افضيه بالراحة كده على الخميرة بتاعتنا اللي انا عملتها ديت زي ما انتم شايفين كده. بقى نمسك بقى المية الدافية كده، اجيب حبة بحبة كده واحط على قد ما الدقيق يقبل مني. ما نحطش المية بتاعتنا بحالها مرة واحدة، عشان الدقيق يقبل في دقيق، بيقبل في دقيق ما بيقبلش مية قد كده. فلازم أن تكون ايدنا معيار، واحدة واحدة، لحد ما نحس ان الدقيق كده ما عادش عايز مية. انما نحط مرة واحدة ممكن الدقيق بتاعنا يكون مش بيشرب، مش بيستقبل مية كتير. نرجع بقى نضطر نحط دقيق تاني. فلازم احنا ايدنا اللي تكون ميزان، وندي العجينة على قد مية على قدها. انا كده عملت نص العجين، لفيته كده على قد ما هو شرب الدقيق بتاعه وبقى مظبوط. ابتدي بقى اجيب بقى مية بقى للنص التاني كده، عشان برضو زي ما يقبل برضو كده. الفه برضو بالمية بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، واحدة واحدة كده تدور المية على قد ما تقبل. والاخر بقى احط العجينة كلها في بعضها كده، الفها ببعضها كده. بقى اشتغل بايديا الاتنين، واعجن بقى بايديا الاتنين العجينة بتاعتي كده. انا لفيت العجين ورجعت لكم تاني اهوت كده، العجين لف ببعضه. نبتدي بقى انا ريحت العجينة شوية بعد ما لفيتها ببعضها وارجع بلم الزيادات بقى كده اللي معايا اللي في الطبق. بليت العجينة كده مية، وبمسحها بقى الزيادات اللي في الطبق ديت ولدت بقى العجينة بتاعتنا عشان تاخد حقها بقى عشان العجينة تبقى طرية معايا، وتبقى لتتها العجينة واديتها حقها مظبوط. زي ما انتم شايفين كده بقى انا بنضف العجينة اللي في الطبق، والف العجينة ببعضها كويس، وهسيبها برضو ببل ايدي برضو كده كل شوية مية، علشان ايدي تبقى سهلة في طلوعها من العجينة، وعشان التها تمام زي ما انتم شايفين كده. لحد ما العجينة بتاعتنا احس ان هي بقت عجينتها مظبوطة واتلتت تمام. زي ما انتوا عارفين ان انا بحب ادي العجين بتاعي حقه وعجينه كويس. كل ما تلت العجينة معاكي بتبقى العجينة معاكي طرية في التبطيط، وفي نفس الوقت في الاكل بتاعها، وفي المطة بتاعتها بتاخدي وتدي في مع بعضها، بتبقى العجينة كويسة.
انا سبتها ارتاحت شوية ورجعت تاني برضو ايه بلتها تاني برضو عشان المها بقى معاكم. يبقى انا كده ايه خلصت العجينة بتاعتي بقى ايه، وكده تاخد حقها بقى. كده انا خلصتها عجينة وبلمها واجيب لها بقى مشمع وخلقة بقى ايه هغطيها بقى كده، وبقوم حاطة جايبة البطانية عندي او لحاف واغطيها نص ساعة. تلاقي العجينة بتاعتنا دي خمرت، ما بتغيبش في الخمران زي ما انتم شايفين كده. العجينة بتاعتي خمرت وجبتها وقطعتها زي ما انتم شايفين اهوت. بقطعها الحجم ده بقى، لا هي صغيرة أوي ولا هي كبيرة أوي، لأن انا مبحبش العيش صغير. انا كان نفسي اكبره عن كده كمان، بس ايه قلت لهم كده ايه معقول، لانهم كانوا حبة صغيرين قطعتهم انا وبنتي ايه على السريع كده. قلت لها انا وبنتي نعملهم مع بعض كده، مش عايزين نكبره قوي عشان يطلعوا رقيقين وحلوين، لان احنا مع بعض مش انا هبقى شد على نفسي كده على الفرن وانا قاعدة. فعشان كده ايه حبانا نعملهم ايه، ما رضيتش اكبرهم قوي زي كل مرة ما ببقى اكبر العيش. كده العجينة بتاعتنا خلصت وقطعناها ارتفعت شوية، وطلعنا بقى اهو بنكسر فوق على المكنة كده بالجريدة، لان انا لما ببقى بخبز مع جماعتنا بيجيبوا المكنة بتاعتهم، وبيبقى مكنة نكسر بيها ومكنة ايه ندور عليها الرغيف. بس انا ما عنديش الا المكنة واحدة، فبنكسر بقى بنتي بتكسر بالجريدة كده بايديها وبتكمل بالجريدة، تكبروا بقى بالجريدة معاها. تعملوا كده وترجع بقى ايه تسيبه يرتفع شوية وترجع تعيد عليه بالجريدة زي ما انتم شايفين. وجارتنا برضو ايه ربنا يديها الصحة جت لنا واحنا بنعملهم، قامت جايه ايه قامت قاعدة معانا مساعداني، خدتهم مع بنتي ايه على المكنة. بنتي بقى تكسر وهي جابتهم لي على المكنة وانا ايه ونشد فيهم بقى ايه زي ما انتم شايفين كده. هي بقت تشد لي، انا ساعة كنت بشد وساعة هي كانت بتشد. زي ما انتم شايفين بقى ايه حاجة كده ايه بسم الله ما شاء الله. هي لو احنا مش بنشده على ايدينا إيه كان كله يقب، بس انا ما بيهمنيش العيش اللي هو يقب، انا يهمني ان تبقى الشقة ايه عريضة وتبقى رقيقة، ما تبقاش تخينة. العيش بتاعنا ما يبقاش تخين، انا بحب العيش اللي هو الرقيق، ما بحبش العيش يبقى تخين كده ولا حروفه تخين. زي ما انتم شايفين كده ايه العيش قدامكم اهوت، حاجة بالصلاة على النبي كده اهيت. انا الفرن ده بتاعنا ده كبير، الفرن ده عندي بقاله يجي 30 سنة اهوت من فرحي. انا عندي واحد تاني صغير تحت ببقى اعمل فيه الكوماجة، اعمل فيه الحاجات اللي هي العادية الصغيرة دي. لكن انا بحب كمان بحب العيش كبير بحطه بطلع اخبز فوق في الفرن اللي هو الكبير ده، بيبقى سايبه على قد العيش وعلى قد شوي السمك. بطلع اشوي سمكنا فوق علشان ما الفرن التاني في البيت من تحت ما يزفرليش البيت. الكبير دوت بتاع فرحي، فبستخدمه فوق في شوي السمك وفي خبز العيش بس. انما اللي تحت بندس رز وبنعمل كل حاجة تحت. يعني العيش ده كبير، بس هو كمان واقف في الكاميرا كده ما هو صغير يعني مش كبير اوي. على ما بيدوروا بقى على المكسره ويعملوا على المكنه، عمالين بقى بيجيبوا له رغيف على مركن الرغيف ده، يكونوا جابوا لي الايه الرغيف التاني. على ما الرغيف ده يطلع يكون ده جابوا لي التاني. زي ما انتم شايفين كده ايه العيش اهوت حلو بسم الله ما شاء الله معانا وبيقب حلو اهوت. بس انا كمان احنا شادينه يعني ايه مقصرين جهده شويه. زي ما انتم شايفين كده حاجه بسم الله ما شاء الله. على الله بقى يعجبكم العيش بتاعنا دوت. ده عيش فلاحي من بتاع زمان اللي كنا بنبططه على ايدينا، ورجعنا لما جت المكن بنبطط على المكن الوقتي. ومن سنين برضو ناس بطلت تخبز على ايديها، بقت تخبز. كنا عايشين كلنا على العيش المدعم. بس الايام دي بقى العيشه غلت
والعيش غلا وما عادش بيكفي. عدنا بقى بنجيب دقيق وبنخبز ايه في بيتنا، وان شاء الله برضه هنرجع للطحين وهنطحن تاني وهنعمل تاني، علشان النظام العيش ده ساعات بيجي مش حلو اللي هو المدعم، وساعات بيجي ما بيكفيش زي ما انتوا شايفين كده. فلازم نخبز في بيتنا ونعمل في بيتنا. هنرجع تاني لأيام زمان، يا ريت ترجع أيام زمان تاني، كان صحة وكان ستر وكان كل حاجة متوفرة. ربنا يسترها علينا وعليكم وعلى المسلمين يا رب جميعا. أنا بشجعكم للخبيز من تاني عشان ربنا يشفينا ويعافينا يا رب، من نهار ما الحاجات الراحة كترت والأمراض وهي كترت والله العظيم. كنا زمان بنخبز وبنعمل بالقش وحمية وفرن قش والكلام ده، كانت بتبقى في صحة. دلوقتي بنقعد في البيت مش لاقيين حاجة نعملها، فتلاقي الناس اتمرضت وناس ما عادش ناقدة تعمل حاجة من كتر القعدة، من كتر كل حاجة عادت متوفرة لها. بس الأيام الغلا ديت هتخلي الناس ايه تتحرك كلها وتجري وتشوف مصالحها. ربنا يعدينا منها على خير يا رب. زي ما انتوا شايفين انا خدتكم في جهة تانية خالص. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله العيش بتاعنا تحفة. بنتي بقى كانت قاعدة بتخبز معانا، قالت لي انا عايزة اعمل ابابير يا ماما زي بتاع زمان بالسكر والسمنة البلدي. احنا خلصنا بقى اللي كانت بتكسر، هي خلاص التكسير العيش، قاعدة بقى بتعمل لها قبورين هي وابنها بقى، زي ما انتوا شايفين بتكبروا كده. احنا لسه بنخبز في العيش وهي قاعدة بقى تعمل ابابير بالسمنة البلدي لها ولابنها، فعشان كده بتكبر الرغيف هي وابنها. قاعد جنبها بيلعب في العيش اهون. واحنا بقى العيش التاني قدامنا متكسر شغالين في الفرن. قلت لها اعملي لك قبورين لما بتحبي العيش اللي هو الابابير، اعملي لك قبورين بسمنة بسكر. خلي ايام زمان ترجع بقى. شوفوا كده بسم الله ما شاء الله، هيت عاملاهم بتبططهم على ملعقة جوه لها السمنة البلدي والسكر زي ما انتوا شايفين. على الفيديو بتاعنا يعجبكم النهارده يا جماعة، وما تنسوش بقى تدعمونا بقى وتدوسوا لايك. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي اهو بيدوروا بكسر على المكنة الحبة اللي هي كسرتهم بنتي، على ما ويرجعوا بقى يعيدوا عليهم على المكنة تاني. زي ما انتوا شايفين حاجة كده بسم الله ما شاء الله، عيش جميل جدا تحفة اهوت ونظافة وكل حاجة. ما عادش بقى زي زمان قش وكلام من دوت. فرننا موجود وحاجتنا موجودة، نعمل في بيتنا حبة عيشنا. يبقى العيش موجود عندنا، العيش المدعم خلص نجيب من اللي موجود في البيت اللي احنا خابزينه. وما تنسوش بقى تدوسوا لايك.